المفروض بعد كده لما ابدا اتكلم على وسام ابو علي امسك في ايدي خرزه زرقاء. شاهد جنون الزملكاوي بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي اليوم بقيادة وسام أبو علي. ولو أهلاوي لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك. ماشي فحاضر. فانا قبل ما ابدا كلامي على اي حاجه هقول لك ما شاء الله لا قوه الا بالله. 5 وخمستين في عين الحسود. ربنا يحميك يا وسام ابو علي. جماهير الاهلي بتتكلم على وسام ابو علي بقى، يعني كل واحد فيهم بيتكلم على هو مش بيتكلم على وسام ابو علي، هو بيتكلم على ابن اخته، هو بيتكلم على ابنه اللي لسه الله بسم الله يشوف قلابيزه. هو ده المبدا. الاهلي يفوز على البنك الاهلي بنتيجه 1-0 بهدف رائع لوسام ابو علي من ضربه حره مباشره. لك ان تتخيل ان جماهير الاهلي في وقت من الاوقات لما كان بيجي لها ضربه حره مباشره كانت بتستنى حاجه من الاثنين، اما الكوره هتيجي في دماغ حد من الجماهير او هتيجي في لعيب اللي واقفين في الحيطه ترقدوا في بيته شهر. دلوقتي يعني عندهم مهاجم بيجيب ضربه حره مباشره، شاط ضربتين حرتين مباشرتين جاب جونين، فهم مش مصدقين. يا دنيا طفيتي شمعي، يا ناس كترتوا دمعي، والعمر راح حاضر يا عزيز. راح مع ناصر كبده وسامسون نوكيا عندهم وسام. اللهم لا اعتراض انا تعبان. طيب فاولين الاثنين ماتشين الاثنين ورا بعض. ايه دي الواد دي؟ بياكلوا. انت بتاكل ايه في التتش يالا وسام يالا؟ ده بيقول لك الاهلي كمان هيجيب مهاجم فلسطيني. احنا كده عرفنا مكان المقاومه فين. نبلغ عنهم ونخلص. يا سواد الحلال ايه دي؟ ايه المهاجم ده؟ اقول لك عليك مدوره يا خفاجي. يا عم مدوره مثلثه دي. انا شايف مهاجم كواليتي غريب. انا مش مصدق عينيا. بسم الله يا عم ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حوالي اتنين ورا بعض وايه من زوايات مختلفه، واحده من على اليمين واحده على الشمال عشان ما يزعلش. وانا عندي سيف قصاف. الاهلي بيفوز على البنك الاهلي يا ابو الصحاب 1-0 بهدف عالمي من وسام ابو علي. واللي وقف الاهلي يبقى يوريني ويندهلي. اللي وقف الاهلي يبقى يوريني ويندهلي. طب اقول لكم الجديده، اللي وقف وسام يبقى يجيلي في المنام. اللي يقدر يوقف وسام يجيلي في المنام او يدخل عليا الحمام انا موافق، ما عنديش مشكله، بس تعرف توقف وسام ابو علي، لان وسام ابو علي ما شاء الله بياكل الاخضر واليابس، وما شاء الله صفقه العمر للنادي الاهلي، وما شاء الله افضل لاعب والهداف للدوري المصري حتى الان في الكام اسبوع اللي لعبهم. كان الجو من الناس كلها، من الناس كلها، وبصراحه لعيب يستحق بمنتهى الامانه. واللي وقف الاهلي يبقى يوريني ويندهلي. الاهلي لما بيركب الصداره ما بينزلش. خدها قاعده، الاهلي ركب الصداره مش هينزل تاني، مش هتشمها تاني معاك بقى. دور بقى في الموسم الجاي بقى تتصدر كام اسبوع وفي الاخر يلبك، يجي الطموح واقع من فوق السطوح والاهلي يركب الدوري ويدلدل رجليه. كولر يتخطى ويكسر رقم الاسطوره مانويل جوزيه. كولر ب 18 فوز على التوالي. النادي الاهلي النهارده بيقول للجميع احنا ابطالها لحد ما نبطلها. النهارده النادي الاهلي بيوصل للفوز ال18 على التوالي. مارسيل كولر بيكسر رقم مانويل جوزيه في الفوز المتتالي في الدوري، بيضرب رقم قياسي. عرفتوا الشغلانه؟ عرفتوا الشغلانه بتتعمل ازاي؟ لما يكون في فرقه زي النادي الاهلي فيها اقوى دفاع وفيها اقوى هجوم وبتحقق اكتر عدد مرات فوز في الدوري فوق جميع الفرق، وعندها احسن المحترفين، وعندها محطم قلوب الحراس وسام ابو علي، وتطلع تقول لي اصل النادي الاهلي ما بياخدش الدوري جوه الملعب بياخده بره الملعب؟ اقول لك يا اخي عيب لما تطلع تقول لي بعد كل اللي انا بقوله لك ده ان النادي الاهلي بطل جوه الملعب باللعب والحرفنه، فتطلع تقول لي اصله بالتحكيم وبنظريه المؤامرات. اقول لك يا اخي عيب. مهما زاد طموحك الاهلي ينتظرك
في كابوسك. النهارده جماهير النادي الاهلي بتوجه رساله شديده اللهجه لكل جماهير نادي الطموح وكل من ساندوهم وكل من تشدقوا بعباره الدوري السنه دي في 100 بيراميدز، مع احترامي لاي حد، لكن النادي الاهلي مخلي جماهيره كده قاعدين مستقنيصين، ما بيشغلوش بالهم باي حاجه ومرطب على قلبهم. وفي جماهير تانية صدرهم شخلل من النباح ومن السواح ومن الإواء للنهار وهم مش عارفين يعملوا ايه. على رأيك. يعني ايه يا اسطى؟ يعني ايه يا نجم؟ يعني ايه يا صاحبي؟ يعني ايه يا اخويا؟ يعني ايه انت؟ يعني ايه؟ يعني ايه 75 نقطة من 29 ماتش؟ انا قصتي مش في ال 75 نقطة، انا قصتي يعني ايه اخر 54 نقطة من 18 ماتش واخد ال 54 نقطة. هو انت بتاخدنا على قد عقلنا؟ يعني انت بتعاملنا ليه كده؟ طب انت شايف فرق الدوري ايه؟ يعني انت شايفنا كده في الدوري، انت شايفنا ايه؟ عرفني، فهمني يعني ايه 54 نقطة من اخر 18 ماتش؟ وبعدين تعالى لي بقى هنا انا بحاول ادور على كنزايه قديمه، بحاول ادور على كيس شيبس قديم، انا مش لاقي. ما هو المشكله ان انا الحاجات دي ما دخلتش بيتي بقى لها 9 شهور. بس انت على وضعك ده هتدخل بيتي الاسبوع الجاي، انت على وضعك ده هتدخل بيتي الاسبوع الجاي. مين وسام ابو علي ده يالا؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتعمل، قول لي بس انت بتعمل ايه؟ عرفني انت بتعمل ايه، فهمني انت بتعمل ايه، عرفني انت بتعمل ايه، فهمني. ده كريستيانو رونالدو مش ما عادش ينفع اقول كريستيانو رونالدو جنبك. انا هقول مهاجم النصر السعودي اصبح من المعجبين، مهاجم النصر السعودي اصبح من المعجبين.